السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وصفتنا اليوم تارت بالدجاج، وصفة سهلة وسريعة ومعتمدة، وجربوها بإذن الله مش حتندموا. لو عجبكم المحتوى اللي أنا نقدم فيه، رجاء إنكم أنتوا تشتركوا وتفعلوا جرس التنبيهات باش أي جديد نديره يوصلكم. نتمنى فعلا تدعموا القناة بالاشتراك، وبإنكم أنتوا تحطوا لايك على الفيديو وتخلوا لي تعليق. نبدو أول حاجة في تجهيز العجينة. عندنا هني في صينية حطيت 150 جرام من الزبدة بدرجة الحرارة الغرفة، وأنا استخدمت هني زبدة حيواني، تقدروا تستبدلوه بالزبدة النباتي. عندي دحية بدرجة حرارة الغرفة، حطيت عليها كشيك صغير من الخل، وكشيك صغير ممسوح من الملح، ونص كشيك صغير من السكر. وحطيت عليهم زوز كواشيك كبار من نشا الذرة. طبعا هني وظيفة نشا تخلينا التارت متماسك. عجنتهم شوية مع بعض بالإيد، طبعا مش لازم تستخدموا هني الخلاط. بعد ما دخلت المواد في بعضها، هني ضفت عليهم كوبين من الدقيق متعدد الاستخدامات. لميت العجينة مع بعض كويس. طبعا هني مش ضروري تعجنوا أو تعطوا جهدكم في العجن، خلاص احنا فقط بمجرد ما نلموا العجينة نلفها بنايلو الغذائي ونحطها في الثلاجة مدة نص ساعة أو إلى غاية ما نجهزوا الحشوة. بالنسبة للحشوة استخدمت هني صدر من الدجاج حجم متوسط، قصيتها لأربع قطع، 4 أو 5 قطع. تبلتها طبعا هني بملح وفلفل أسود وخليط بين توم باودر وبصل باودر، وحطيت عليهم بهارات الدجاج. تقدروا تحطوا بديل عليه الفلفل الأحمر، كشيك صغير من الخل وكشيك كبير من الليم القارص. تبلتهم كويس مع بعض وشويتهم. طبعا بالنسبة للشوي يعني على الطاوة حطيت كمية صغيرة من الزيت وقعدت نقلب فيهم إلى غاية ما طابوا معانا بالشكل هذا، وبعدين نخليهم يبردوا على جنب ونبدو في باقي المكونات. في طاوة حطيت كمية صغيرة من الزيت وخديت كوبين من الكرات فرمتها وضفتها على الزيت ودبلتها إلى غاية ما أخديه معانا نص تتبيلة. طبعا في حالة مش متوفر الكرات تقدروا تديروا كمية بصل أو تستبدلوا الكرات بالبصل. بعد ما انتبله وسعت في الوسط شوية وضفت عليهم هني 2 من التومة فرمتهم فرم رقيق. نحاول اني انا نقلبهم شوية مع بعض، وبعدين ضفت عليهم هني فلفل الوان. بالنسبة لي الفلفل عادي تستخدموا حتى الفلفل الاخضر، المهم انا حطيت هني حوالي كوب ونص من الفلفل مكعبات صغيرة، وخليتهم إلى غاية ما يدبلوا معانا. غطيتهم طبعا حوالي 5 دقايق، وهذا شكله بعد ما طاب وجهز. هني نكون أني فرمت الدجاج اللي أني كنت مجهزاته ونحطها عليه الحشوة. طبعا بالنسبة للحشوة هني تقدروا تحطوا اللي انتوا تفضلوه. مثلا لو ما عندكمش دجاج وعندكم مفروم تقدروا تستبدلوه بالمفروم. لو انتوا حابين تحطوا حتى دحي مطبوخ، في ناس يحب يحطوا الدحي المطبوخ تقدروا تضيفوه. بالنسبة للبهارات اكتفيت بالبهارات اللي أنا حطيتها على الدجاج، لكن ضفت عليه كمية صغيرة من الفلفل الأسود وكشيك كبير من الهريسة لو انتوا حابين يكون فيها حرارة شوية. حطيت عليهم هني كمية من الزيتون، وحطيت عليهم المعدنوس. ممكن تضيفوا حتى كزبر أخضر لو انتوا حابين. نخلطهم مع بعض وبعدين نضيف لهم باقي المكونات اللي هم عبارة عن جبنة مبشورة. استخدموا الجبنة اللي انتوا تفضلوها، انا استخدمت هني موتزاريلا. تقدروا تديروا إضافة الجبنة الكريمي في حالة انتوا حابينها. حطيت عليهم كوب من الكريمة، لكن في حالة مش موجودة تقدروا تستبدلوه بكوب ياغورت. 3 دحيات حطيت عليهم كشيك صغير من الخل. في الأول ضربتهم مع بعض وبعدين ضفتهم عليه المكونات اللي أنا حطتها. نخلطهم مع بعض ونخليهم على جنب. لو انتوا حابين الخطوات هدية تديروها بعد ما تفردوا عجينتكم يكون أحسن. أنا هنا خلاص جهزت الحشوة خليتها على جنب. نجو توا للعجينة. بالنسبة للعجينة ليها حوالي نص ساعة في الثلاجة. استخدمت هنا طبعا طاجين كامل، فأنا حنفردها على سطح العمل. طبعا لما فردتها في الأول لازم نسبكها العجينة، لأن عجينتنا بالزبدة وأكيد جمدت معانا شوية في الثلاجة. أنا لازم ندير لها سبكة خفيفة وبعدين نفردها عادي من غير ما نرش الدقيق.
ومباشرة ناخدها ونحطها على الطاجين. وبالنسبة للطاجين أنا ما دهنتاش، حطيتها مباشرة عليه عليه العجينة، لأن عجينتنا فيها زبدة فمش حتلصق. بالنسبة لسمك العجينة نص سنتي كويس، احنا ما نبوهاش تكون غليظة هلبة. أكيد طبعا نحاول إنني لو في جهة مش زي ما نقولوا احنا مش وصلتها عجينة، ناخد من اللي تكون زيادة ونرجع المناطق اللي ما فيهاش العجينة. عجينتنا سلسة فعادي يعني ما فيش مشكلة، تقدروا تتصرفوا معاها. نحاول إننا نفردها ونتأكد من سمك العجينة كويس. بعد ما نضغطها من الأطراف نتخلص من كل كمية الزايدة من العجينة، ويعتبر خلاص احنا هنا درنا الخطوة الأولى. بعدين لازم نكبوها بشوكة، ندير فيها ثقوب زي ما واضح عندكم. الوقت هذا اني شغلت الفرن درجة الحرارة 200 ونخليها من الجهتين يسخن الى غاية ما نكمل باقي الخطوات. خديت حشوتي حطيتها كلها في الطاجين. طبعا انتم ما تحطوهاش دفعة واحدة، حطوا في الاول وبعدين افردوا، وتقدروا طبعا تعبوها حشوة. لو انتم حابين حشوتكم قليلة تقدروا تنقصوا، مش مشكلة، المهم ما تخافوش منها، تقدروا تحطوا الحشوة بزيادة. بعدها مباشرة حطيتها في الفرن، وهذا شكلها بعد ما طابت معانا. والله نودكم بها ومنشهيكم، تعتبر من أحلى أنواع التارت. أنا درت لكم كذا فيديو للتارت في مرات سابقة، اكتبوا فقط في البحث التارت مطبخي الليبي ماي كيتشن، حيطلع لكم إن شاء الله الأصناف اللي أنا درتها. نخليها تبرد في الأول وبعدين نقلبها على طول، تنقلب معاي ما تخافوش مش حتلصق معاكم، بالذات لما تستخدموا طواجين النوع هذا. هذا شكلها النهائي. طبعا بعد ما جهزت معانا رشيتها بكمية صغيرة من المعدنوس وتاكلوها بالهني. وصفة سهلة وسريعة بصدق، تنفع للمناسبات كلها، يعني المناسبات الخاصة والعامة. لو انتم حابين تديروها قطع تقدروا تحطوها في القوالب الصغيرة، حتنجح معاكم وحيكون منظرها حلو هلبا. ان شاء الله الفيديو متاعنا عجبكم. في حال عجبكم ما تنسوش الدعم بالاشتراك والضغط على الاعجاب، وتخلوا لي تعليق منكم، ويا ريت تشيروا الفيديو لاحبابكم واصحابكم باش تعمل فايده. معكم انا لبنى الشقروني، نخليكم في حفظ الله ورعايته. مع السلامه.